برغدانا تلتمر بيجي برغدانا يبكي. هنا في بلدة تلتمر الأهالي من العرب والكرد والآشوريين والسوريان يطالبون التحالف الدولي والدول الأوروبية بتقديم مساعدات عسكرية مباشرة للقوات المشتركة هنا من وحدات حماية الشعب والمجلس العسكري السورياني وقوات حرس الخابور لحماية المنطقة. نتمنى من التحالف الدولي والأمم المتحدة والقوى الخيرة في العالم أن تساعدنا في صد هذه الهجمة البربرية على هذه المنطقة، وبالأخص الشعب الآشوري، حيث تعرضت الكثير من الكنائس والقرى للنهب والسلب والحرق. نتمنى منهم أن يساعدوننا في القضاء عليهم، وإن كانت مساعدتهم أتت متأخرة وتأتي متأخرا خير أن لا تأتي. في اليابكي وفي العرب وفي الأشورية وفي السوتورو كلهم حاطين إيد بإيد لحتى يحموا هالمنطقة. نتمنى من كل الدول تحميهم لهالشباب، كمان أن كلها شباب مسالمة ما عندها القوة لحالها إنه تكون ضد هالشعب اللي عم بيجي داعش المجرم الوحشي. منطالب من كل الشعوب يحط إيد بإيد ويساعد هالشعب الدرويش هون. يعني إذا هن ما ساعدوا مين بده يساعد؟ نطلب من كل الشعوب تحط إيد بإيد وتساعدنا على هالكلاب داعش. يعني شعب مجرم وحش ما عم بيعرف، لكن بيلقط الطفل بيذبحوا. خاطفين 300 أشوري، ليش خاطفينهم؟ ما حدا بيعرف مصير هالأشورية وين صاروا، كلهم أهلنا وأخوتنا هون. نحن بنطالب من كل الشعوب تحط إيدها بإيد بعض وتساعدنا وخلي يخلصونا من هالوحوش اللي ما عم نعرف أصلا من وين. أنا مقاتل في تلتمر أشوري، أتمنى تحالف تدعمنا بإسلاح مشان نحارب الإرهابيين الخونة الخاينين جايين من دول خارج. نحن كأشورية موجودين بتلتمر كقوات مشتركة بين وحدات حماية الشعب الكردية، حرس الخابور، السوتورو، مجلس عسكري السرياني. بنطالب أي جهة كانت، سواء مجلس التحالف الدولي أو تقصف داعش، لأنه هو العدو مشترك بهالمرحلة، وأهم شيء هو حفاظ على أمن تلتمر.